رمضان. السلام عليكم. اليوم جبت لكم فيديو خاص عن مسلسلات النصف الثاني من رمضان في تونس. المسلسلات هذه راح تخلينا نتابع أحداث مثيرة وتبث فينا روح الدراما الكوميديا والشيقة. خلونا نبدأ مع أول مسلسل عندنا هو وادي الباي. المسلسل هذا يعرض قصة عائلتين تونسيتين في ثلاثينيات القرن الماضي تتصارعان على ممتلكات قديمة، وكل واحد فيهم عنده مصلحة مختلفة. دراما تونسية أصيلة تروي قصص الصراع بين الأجيال في قالب مشوق. ومن بين النجوم الذين يشاركون في العمل سوسن المعالج، وجيهة الجندوبي، وبالقاسم البريكي، وأسماء أخرى رائعة. متأكدين إنكم ستتابعونه بشغف. بعدها عندنا جيران الغفلة. الخيل معايا. عائلتين منفصلتين يضطرون للعيش في نفس البيت بعدما شخص واحد خدعهم وباع لهم المنزل بطريقة قانونية. الصراع بين الجيران في قالب كوميدي مشوق، من إخراج سامي فعور وبطولة مجموعة رائعة من الممثلين مثل جمال ساسي ونجوى ميلاد وأماني الرياحي. خليكم جاهزين للمواقف المضحكة التي ستتبعها أحداث مشوقة. ومن بعد عندنا كود زين. هذا المسلسل يدور حول محل تصوير فوتوغرافي، حيث تلتقي جميع فئات المجتمع في مكان واحد، وتكشف لنا زيف بعض الأشخاص وأحلام الآخرين بطريقة فكاهية. هذه السلسلة من إخراج هاجر اللافي وبطولة شكيب الغانمي وأميمة المحرزي وريم عبروق. كل حلقة حوالي 15 دقيقة، بس لا تستهينوا بالوقت، لأنكم ما راح تحسوا بالوقت وإنتوا تضحكوا على المواقف الهزلية. كانت هذه لمحة عن المسلسلات التي راح تسيطر على النصف الثاني من رمضان هذا العام. أي مسلسل متحمسين له أكثر؟ خليونا نعرف في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.